السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح الورد والياسمين، صباح الرزق والسعادة والهنا وجبر الخاطر على عيون أحلى وأجمل وأحن اخوات في الدنيا، على عيون أحلى اخوات بتجبر الخاطر. يا رب يجعلنا دايما من جبارين الخواطر، يا رب آمين. ويكفينا كلنا شر قساوة القلوب. يا رب تجعل قلوبنا دايما هينة ولينة وحنينة، وتجعل لساننا كده ما ينقطش إلا الكلمة الحلوة اللي تشرح القلب وتطيب الخاطر وتفرح اللي قدامنا. وكل حاجة بنعملها احتسبناها عندك يا رب. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش عايزين كلها تشكرونا بس، يعني ما تشكرنيش بس ما تذمنيش، تمام؟ بلاش تشكري فيا بس بلاش تذمي فيا. احتسبي دايما كل حاجة تعمليها عند ربنا والله العظيم هيقعد لك، ولو بعد 10 سنين، لو بعد 20 سنة، لو بعد 100 سنة. كل حاجة بما يرضي الله هتراعي ربنا فيها، أقسم بالله العظيم هتقعد لك صحة وعافية وستر وجبر خاطر، فرحة قلب، رضا من ربنا ليكي، مرضايا من ربنا ليكي. ربنا هيرضيكي وهيفرح قلبك، هيكبر خاطرك، هيسعدك كده بكل حاجة تمنيتيها وحلمتي بيها. بس الموضوع عايز صبر شوية. فكل حاجة تعمليها يا رب، أنا استودعت كل حاجة عملتها عندك يا رب. يا رب أنا بعمل ليك أنت لوحدك يا رب، ما بعملش عشان خاطر أي حد في الدنيا. لو قعدنا نحسب يا بنات كل حاجة نعملها عشان خاطر اللي قدامنا، من الآخر كده مش هنبص في وش بعض. اه والله العظيم انا بعمل لله، بعمل ليك انت وحدك يا رب. قعدهولي في ولادي وفي صحتي وفي عافيتي وفي بيتي، كل بحاجة بعملها ليك يا رب قعدها لي، وبتقعد بفضل الله بتقعد. ربنا يا رب يرضينا كلنا ويدينا على قد مفضى ومرنا. كل واحد في نيته حاجة وفي قلبه حاجة وفي ضميره حاجة، اديله على قدها يا رب امين. عندنا روتين مشجع محفز جدا، مليان نشاط، مليان بجد بجد تشجيع وتحفيز، هيخليك تقومي تنجزي كل حاجة وراكي. بس تعالوا مع بعض كده قبل ما نبدأ الروتين نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، بنية فك الكرب وزيح الغمة وسداد الدين وصلاح الحال والأحوال ليا وليكم، اللهم آمين يا رب العالمين. صلي على النبي في الكومنتات، وكل اللي هيصلي على النبي هياخد ثواب، ولكن بالمثل وزيادة أضعاف مضاعفة يا رب آمين. واوعي تنسي تحطي اللايك المتين عشان تشجعيني وتحفزيني واقدر استمر واكمل معاكي كل يوم. الروتين ده بقول لكم كده من بالليل، من بعد الساعه كام، يمكن كانت الساعه 11 يا بنات. كنت قاعده انا وكتاكيتي الحلوين، ماما جعانين، طب ناكل ايه، ناكل ايه، احنا مش عايزين طبيخ ولا رز ولا اي حاجه تتسخن ناكلها، عاوزين شاي بلبن. طب هناكل ايه جنب الشاي بلبن؟ طلعت كده كيس قرص، والله يا بنات ما خدش يعني 5 دقايق كده وفك بسرعة. ليه فك بسرعة؟ عشان انا حاطاه في التلاجة بتاعة المطبخ، الفريزر بتاع تلاجة المطبخ، كل شوية بفتحه فالحاجة ما تلجتش قوي او ما بتتلجش قوي. لان الحاجة محطوطة، كان كيس القرص محطوط من قدام وملحقش يتلج، يا دوبك بس دفيت الفرن شوية وحطيته في الفرن، ما خدش دقيقتين بالظبط واتسخن بقى بسم الله ما شاء الله زي السكر كده. وقعدنا اكلنا الشاي باللبن بالقرص. وكنت عايزه انقل يا بنات الفريزر في المطبخ، مش عارفه، وكان في كومنت جاي لي قالوا لي انقليه في المطبخ، بس مش عارفه الصراحه لو نقلته هل هيبقى حلو ولا لا. انا كنت حاطاه المره اللي فاتت في المطبخ. عارفين ايه اللي مضيق عند المطبخ وواكل من المطبخ مساحه كبيره جدا؟ الفرن بتاعت الخبيز. طب يقولوا لي انت ما بتستخدميهاش، بس والله يا بنات بستخدمها، انا من ساعه ما جيت ما استخدمتهاش بسبب دراعي، بس لولا دراعي اللي واجعني كنت خبزت عليها مره واتنين وعشرة، وكنت عملت فايش في الصيف، بدل ما كل شويه بعمل كيكه، كل شويه بدور على حاجه حلوه، بعمل قرص، بدور لهم على اي حاجه حلوه اعملها لهم. بصراحه الفايش عندي ما كنتش بستغنى عنه ابدا. بس الصراحه من ساعه ما نقلت وانا بشتكي من دراعي ان هو دراعي وجعني وكده، عشان حملت عليه بزياده لما كنا بننقل وبنعزل، جيت على نفسي من الاخر بزياده يعني. بس يلا الحمد لله على كل حال، كل اللي يجيب ربنا نعمه وفضل، الحمد لله خف شويه، وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يتم شفايا كده على خير يا رب امين. بس فمن ساعتها لا ما خبزتش خالص بصراحه، قلت اريح دراعي خالص بحيث ان انا على بدايه المدارس ان شاء الله بامر الله نتشجع كده ونتحفز مع بعض، نعمل شويه فايش زي السكر، وكمان هنعمل حبه بسكوت يستاهلوا بقكم كده. ففكرة ان انا استغنى عن الفرن استغناء تام، لا بصراحة الفكرة نفسها انا مستبعداها خالص عن دماغي. ليه؟ لان انا بستخدمها، وكمان في العيد بسم الله ما شاء الله بنخبز عليها على طول، انا ما بعرفش اشتري من بره بالكيلو والاتنين وشغل القطاعي ده الصراحة ما تعودتش عليه. واللهم صل على النبي، يعني العيال هتاكل، يعني بنخبز من العيد للعيد، وشوية كحك شوية بسكوت شوية بيتي فور، الحاجات الحلوة دي ما بتأثرش معانا يعني، زي الفل، الخير في البيت وزي العسل. بس فانا متحفظه على الفرن، مش هبيعها خالص ان شاء الله ولا هفرط فيها، بس عاوزه الاقي مكان برضو للديب فريزر جوه الاوضه، جوه قصدي المطبخ، وما ياخدش معايا مكان.
وفي نفس الوقت اوضه علي تروق وتبقى واسعه وتبقى منظمه شويه عن اللي هو الفريزر اصلا ملوش، يعني كل شويه ماما مش مكانه، انت سبتي اوض الشقه كلها وما لقيتيش مكان تحطي فيه الديب فريزر الا في اوضتي. فهو معترض عليه. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه احاول اسحبه كده وادخله المطبخ واحشره في اي حته اما اشوف نظامه هيكون عامل ازاي. ان شاء الله بامر الله الفتره الجايه هنعمل كده الحركه الحلوه دي، ويا رب نلاقي له مكان حلو كده ايه يظبط فيه وما يضيقش معايا الدنيا، واعرف افتحه واقفله بطريقه مرتاحه معايا. طيب بصي حبيبة قلبي، كان في سؤال كانت بتسألوني الغالية على قلبي، ربنا يا رب يخليكم كلكم، كلكم غاليين على قلبي والله العظيم، وحافظاكم نفر نفر، الخمسة ستة اللي بيشجعوني على راسي من فوق، حافظاكم وعارفاكم. بصوا حتى الكلام اللي بتكتبوه والله العظيم حفظته، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. ولما بتغيبوا فعلا فعلا ببقى قاعدة كده مع نفسي كده وافتكر كده، لا ده في فلانة بقى لها كتير غايبة عني، طب هي ما بقتش بتظهر ليه؟ ببقى قلقانة عليكم وعايزة أسأل عليكم، بس أسأل عليكم فين؟ طب أدور عليكم منين طيب؟ ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا ابدا، ويديمكم نعمه في حياتي، يا احلى واجمل واحن اخوات في الدنيا، يا احلى عوض من ربنا ليا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب امين. طبقت الاول الغسيل وبعد كده كنست الارض وبدات المع الحته الباينه. طيب حبيبتي كانت بتسالني بتقول لي يا لولو انا مش مقصره معاهم في البيت خالص، مش مقصره في اي حاجه، ام زي اي ام عاديه بتحاول ترضي وتحاول تراضي اللي جوه البيت واللي بره البيت. وجه عليا وقت لقيت نفسي تعبانه مرهقه، يعني حصل على شويه تعب كده في جسمي، ما حسيتش بتقدير منهم خالص ليا، ما حسيتش ان هم بيعملوا معايا 1% من اللي انا بعمله معاهم. خوفي ليهم ولهفتي عليهم، خوفي عليهم ولهفتي عليهم برضو، وان انا ابقى قلقانه عليهم، ومره ينسون ومره كمون ومره ليمون دافي ومره خدي البرشام ده ومره خدي الدواء ده ومره الف سلام عليك. لا ما لقيتش منهم كل الكلام ده، ولا لقيت من اللي جوه البيت ولا لقيت من اللي بره البيت. فاعمل ايه؟ الموضوع مأثر في نفسيتي جدا وتعبني جدا جدا نفسيا، ومخليني خلاص اللي هو انا مش طايقه نفسي ولا طايقاهم في نفس الوقت. بصي يا حبيبه قلبي، دي حاجه بسيطه وانذار بسيط كده من ربنا ليكي، بيقول لك انتبهي لنفسك، بيقول لك فوق لنفسك، بيقول لك بلاش تدي دايما دايما حتى اقرب الناس ليكي يبقى عطائك مفرط. وجيتي عيانه جيتي تعبانه محدش سأل فيكي، لا معلش اسالي انت فيهم، قول لهم معلش انا تعبانه. هو انتوا لما بتبقوا عيانين انا ما بسالش فيكم؟ انا ما بجيبلكوش ينسون، انا ما بجيبلكوش كمون. في ناس بتشرب كمون وهي عيانه عادي، يعني ما تاخدوش في بالكم يعني. ما بجيبلكوش دواء. اطلبوا منهم الاهتمام، اطلبي منهم الاهتمام مره في مره، هتلاقيهم هم خلاص بداوا يتعودوا. لا ماما تعبانه، طب ماما عامله ايه؟ من اول ما ادخل من باب ماما عامله ايه؟ طب هي كويسه؟ طب انت خفتي يا ماما؟ طب انت عايزه حاجه يا ماما؟ عوديهم على كده. تمام. لكن سكتي وكتمتي في قلبك يا قلب اختك وسكتي واستحملتي خلاص، والله مره في مره ولا هيعبروكي اساسا عادي، لان انت خلاص انت رضيتي بالوضع ده من الاول. فطالما رضيتي بالوضع ده من الاول هيبقى صعب جدا جدا ان انت تغيريه. يا رب يحنن قلوبنا على اولادنا ويحنن قلوبهم علينا يا رب امين، ويصلح حالنا واحوالنا وادعي لهم دايما بالهدايه يا رب. ربي لي ولادي انت يا رب، يا رب يعني عني وقويني احسن تربيتهم يا رب. دبر لي امري فانني لا احسن التدبير. بصوا يا بنات بسبسيه خلاص يا على السكر مسكر القط نايم يا بنات ومستقنيص نعسان. كانت هنا دلقه شويه ميه في البلكونه من جوه، وشويه الميه دخلوا في الحته اللي هو نايم فيها، فيا حبيب قلبي رطبوا يا عيني الحته دي ونام ونعس وبقى مأنتخ كده، حتى كنست الصاله وروقتها وهو مش عايز يقوم. مسكت كده حته قماشه حلوه ورحت حاطه عليها شويه ملمع من ملمع الازاز، ورحت ماسكه الازاز يا بنات بتاع البلكونه من بره ومن جوه ومن كل النواحي والاتجاهات، رحت ملمعه تلميعه سريعه. نور معايا. اليوم اللي تمسكي فيه تلمعي الازاز بتاع التسريحه، تلمعي الازاز بتاع الجزامه، تلمعي المرايات بتاعه البيت عامه، حته قماشه برضو نضيفه وتروحي شطفاها وغسلاها ومظبطاها ومروقه عليها ترويقه حلوه كده، وتمسكي الحيطان مكان كوبس النور والحتت اللي احنا متفقين عليها ان هي اول باول، يعني ما تخليش وقت يعدي عليكي اكتر من اسبوع 10 ايام الا لما تكوني ملمعه الاماكن دي. طيب انا عندي المكان اللي بستقبل فيه الضيوف يا لولو يعني بهتان وهمدان وقديم، الحاجه بتاعتي قديمه والعفش بتاعي قديم ومش عارفه اعمل ايه، وجوزي ضد التجديدات، اعمل ايه يا لولو؟ بصي حبيبه قلبي لازم تاخدي الموضوع بصدر رحب، يعني حاولي تكوني بتعرفي تسايسي شويه، ولو مش بتعرفي تسايسي هتخسري كتير في دنيتك. الدنيا دي مش عايزه غير المسايسه، ان يبقى بالك طويل قوي وتعرفي تاخدي وتدي في الكلام عشان تعرفي تطلعي باكبر قدر يعني باقل قدر من الخسائر، انا اسفه، عشان تعرفي تطلعي باقل قدر من الخسائر، او من الاخر كده عشان تطلعي مرضيه من اي موقف تتحط فيه. تمام.
على قد ما هقدر انا معايا مبلغ، وبالله عليك تكملي عليه، علشان التغيير والتجديد حتى في حاجات بسيطة جدا بيفرق في نفسيتي جدا جدا وبيفرحني. طيب مرة أخد منِّك المبلغ، مرة كمّل لِك عليه، أول مرة هيقول لِك لأ، هيعترض، طب بُصّي أدخل جمعية مع سلفتي، طب أدخل جمعية مع مرات أخويا، هيعترض مش هيوافق، مرة في مرة مع زنِّك بالرضا، مش زن قرف، مش زن أطفّشه وأطهّقه في عيشته، مش زن أخلّيه يقوم يدب فيّا، مش زن أخلّيه يطفش وينزل يجري يقعد على القهوة، لأ في زن بيبقى لطيف وحلو كده، بيبقى ليه ميعاده، يعني كل حاجة ليها ميعاد بتبقى حلوة بصراحة، لكن مش في أي وقت أذِن، مش في أي وقت أطلب الحاجة. مش في أي وقت أبقى ست نكدية، لأ اختاري الوقت المناسب اللي تعملي فيه كل حاجة، والله العظيم هتطلعي أنتِ الوحيدة الكسبانة في كل حاجة كده حواليكِ بأمر الله. طيب امسكي ربنا قدّرِك ورضاكِ ووسّعها عليكِ، حوّشي مبلغ ولو حتى صغير، جيبي بياضات للأنتريه. طيب حوّشي مبلغ ولو حتى صغير، والصغير ده بيكتر بفضل الله الحمد لله بشوية شطارة صغيرين من حضرتِك وببركة ربنا قبل كل حاجة، وتروحي جايبة جردل بوهية وراكناه من هنا لغاية رمضان إن شاء الله بأمر الله، وادهني الصالة اللي حضرتك بتستقبلي الضيوف فيها، ادهني أوضة العيال، ادهني أوضة المعيشة اللي أكتر قعدتكم فيها، جيبي سجادة حلوة، جيبي ستارة حلوة، جيبي فازة ورد حلوة، جيبي مفرش للترابيزة حلو، كل الحاجات دي لما تجيبيها وتركني وتحوشي حاجة على حاجة على حاجة، هتلاقي رمضان داخل عليكي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، جددتي دهنتي أوضة العيال. مش لازم يا بنات عشان أجدد اشتري حاجة جديدة خالص تكون غالية وبمبلغ وقدره تقطم الوسط كده وتضيق عليا وتزنق عليا عشان اتبسط. احنا والله العظيم طيبين قوي وغلابة قوي، واقل حاجة بتبسطنا واقل القليل بيفرحنا، فما تحرميش نفسك ان انت تفرحي حتى ولو حاجة بسيطة وعلى قد امكانياتك وعلى قد ظروفك. والله العظيم الحاجة البسيطة دي سبحان الله بتدخل في قلبك كده، بتغير مودك 180 درجة، بتخليكي متفائلة، بتخليكي فرحانة مبسوطة. تروحي تمسحي الصالة كلها عشان تحطي فص الورد، تروحي تمسحي الصالة كلها وتنضفيها وتلمعيها وتخلطيها قشطة عشان تفرشي مفرش جديد. يبقى جاي داخل عليك رمضان كده اللهم صل على النبي، مجدده كل حاجه في بيتك. مش لازم الشقه كلها تدهن مره واحده، انت ممكن تدهني اوضه في اوضه. يعني مثلا الصيف ده دهنت اوضه العيال، دهنت معاها الصاله، الصيف الجاي ادهن اوضتي، ادهن معاها الحمام لو الحمام بتاعك مش سيراميك، ادهني معاها المطبخ. شوفي حاجات بتجدد يعني ينفع تجددي بيها شقتك بامكانيات بسيطه وعلى قد حالك، بس بتفرق جدا في النفسيه. كل ما تنزلي مره تجيبي 3 اطباق واركنيهم، جيبي 3 صواني واركنيهم، جيبي طقم كوبايات لرمضان واركنيه، هتيجي بقى تعملي كرتونه حلوه لرمضان تفرحي نفسك بيها على دخلة رمضان، هتلاقي بسم الله ما شاء الله حاجات حلوه وجميله وانت فرحانه بيها، فرحانه فخوره بنفسك ان انت جددتي وجبتي الحاجات دي. هتحسي ان الحاجات دي جايه لك كده من الهوا كده، مش هتحسي ابدا ان هي زنقتك. لكن ابقى زي الستات اللي نقبض قبض رمضان، عايزه اروح اجيب منه ستاره واجيب منه سجاده واجيب منه خزين رمضان واكسي منه العيال واعمل منه كحك وبسكوت، واجي اصوت في الاخر واقول انا متخانقه مع جوزي بسبب المصاريف. ما من حقك تتخانقي والله، يعني كتر خيرك وكتر خير المصاريف وكتر خير جوزك يعني قبل كل ده. سهلي على نفسك الدنيا وسهلي على نفسك الحياه وسهلي على نفسك الضغوطات، سهلي على نفسك الحوارات، حتى المشاكل ينفع ان احنا نسهلها على نفسنا. يا رب يسهل عليا وعليكم كل امر عسير، وما يصعب علينا امر ابدا، يرزقنا كلنا ويرضينا ويوسع علينا ويصلح حالنا واحوالنا، يوقف لنا دايما ولاد الحلال الطيبين اللي قلوبهم بيضة اللي شبهنا. واي حد يا رب في قلبه اي حاجه وحشه لينا ما تجمعنا بيه لا صدفه ولا ميعاد. قولوا امين. اشوفكم على خير. سلام عليكم.